السلام عليكم. النهارده ان شاء الله كده هنعمل البيتزا يا جماعه، القمر التحفه القمر دي في الخلاط. البيتزا السايله في الخلاط. حاجه كده بقى، ولا عجن ولا خبيث في الحر ده، ولا تخديعه ولا نخدع ولا نطبخ ولا اي حاجه. حاجه كده مفيش اسهل من كده. بس قبل كل حاجه كده كلنا نسمي الله ونصلي على الحبيب كده ونقول لايك حلو كده من ايديكم كده. جزاكم الله خيرا يا رب. يلا كده. اول حاجه هنعمل الصلصه اللي هي بنحطها على البيتزا. معايا هنا 4 فصوص من الثوم، ومعايا بصلايه كده، ومعايا 4 حبات من الطماطم. كل ده كده هنضربه مع بعض في بص، مش هنخدع ولا هنعمل اي حاجه. كله بص النهارده حاجه كده قمر سهله كده. كله كده مع بعضه كده في الخلاط او في الكبه زي ما تحبي. وهنضرب كل ده كده مع بعض. طبعا برضو معايا نص معلقه كده، عفوا، من الكزبره، نص معلقه من الكمون، نص معلقه من الفلفل الاسمر. وضربنا كل ده كده. حابه عندك زعتر يبقى رشه زعتر كده زي الفل. ضربنا كل ده كده في الكبه. بصوا بقى كده هنحط كده هنا معلقتين زيت كده. وهنرفع كل ده كده على النار لحد ما كل ده يستوي مع بعضه. وهننزله من على النار. دلوقتي بقى هنعمل العجينة بتاعتنا في الخلاط زي ما قلت لكم. معايا هنا في الكبة برضو بيضتين، في الخلاط برضو تمام. تمام. في الخلاط او في الكبة زي الموجود عندك يعني. معايا بيضتين، معايا هنا معلقة من الخميرة الفورية، ومعايا معلقتين من الخل، نص كوباية من الزيت، و4 معالق من اللبن البودر. 4 معالق بس، ويا ريت يعني لو 3 كمان كويس، عشان بس العجينة ما تبقاش لونها أصفر يعني. تمام. ولو عندك لبن حليب يبقى تمام، يبقى هنشتغل باللبن الحليب، مش هنحط لبن بودر ولا هنحط مية. معايا هنا بقى كوباية كده من المية، هي كوباية وربع كده من المية. ومعايا بقى كده كمان كوبايتين من الدقيق. تمام. نقول المكونات تاني. معايا بيضتين، معايا معلقتين من الخل، نص كوباية من الزيت، معلقة من الخميرة، كوباية من المية، 4 معالق من اللبن البودر، وطبعا رشة الملح. ضربنا كل ده كده زي ما انتم شايفين. دي كده القوام بتاع العجينة زي الكيكة كده يا جماعة، زي قوام الكيكة كده. مفيش اسهل من كده ولا اسرع من كده في الحر اللي احنا فيه ده. طبعا معانا الحشوة بقى اللي تحبها. طبعا الحشوة دي على حسب راحتك يعني، لعبتك انت بقى. انا معايا هنا هعمل واحده باللانشون، وهعمل واحده بالشاورما. كان عندي هنا كده حته صدر كده فرخه كده باقي كده، فايه عملته كده شاورما، وهحشي بيه ايه واحده. الحشوه زي ما قلت لكم دي لعبتك انت بقى، في ايدك انت. عندك لانشون، عندك تونه، عندك ميكس جبن، عندك شاورما، عندك لحمه مفرومه، براحتك خالص، براحتك خالص. آم، الحشوة دي براحتك. تمام. معايا هنا بقى جبت صينية كده، صينية دهنتها كده دهنة من الزيت او السمنة. وانزل بقى كده، تنزلي كده ايه بنص العجين. هي بصوا على حسب الصينية، على حسب مقاس الصينية. ممكن تكون صينية كبيرة تاخد تعملي دي بيتزاية واحدة بس. بس انا يعني مقاس الصينية مكانش كبير قوي، فعملتهم اتنين وسط كده. هنا بقى كده بعد ما ظبطنا كده العجينة كده في الصينية، نزلت حطيت الصينية يا جماعة. بدخل الصينية في الفرن حوالي 3 دقايق كده، بس العجينة تتشمع بس زي ما انتوا شايفينها كده. ونبدأ نخرجها من الفرن، نعمل فيها كده خروم كده بالشوكة كده عشان ما تكبش وتعمل زي الكيكة. تمام. لو وصلت كده معايا هنا لحد هنا كده، اعملي لي لايك كده حلو كده، وما تنسيش كومنت حلو كده منك برضو، يعني تشجيع منكم ليا يا جماعة عشان نستمر كده مع بعض. هنا بقى نزلنا كده بالصلصة بتاعتنا. عندك كاتشب برضو، مش حابة تعملي صلصة، شغال وزي الفل. هي الصلصة عامة كله على بعضه، مش مقلين ولا اي حاجة، فمفيش حاجة حامية يعني في الحر ده. فزي ما قلتلك، حابة تحطي كاتشب تمام، حابة تحطي صلصة من اللي هي الجاهزة دي تمام. كل حاجة شغالة يعني، ومش بتقول لا. وبعدين هنا كده بحط الرشة من الجبنة كده عشان بس تمسك الحشوة معايا. وبعدين بقى الحشوة بقى يعني بتنزلي بقى بصوا بقى انتي وذوقك بقى، يعني براحتك بقى.
تحط الأول الزيتون، تحط الأول الطماطم، تحط الفلفل. أنا هنا نزلت بالشاورما أهي، شاورما الفراخ، حطيتها كده. طبعا البيتزات من الحاجات اللي يعني البيتزا من الحاجات اللي ما يختلفش عليها اتنين يعني. البيتزا كلنا بنحبها طبعا، كلنا بنحبها ما يختلفش عليها اتنين. دي طريقة سهلة جدا جدا، وفي الخلاط ولا تعجني ولا اي حاجة، ويعني ولا تعقيد ولا اي حاجة. هنا بقى نزلت بالزيتون اهو، نزلت كده بالزيتون. وبعدين كده هنزل بالفلفل، معايا فلفل حامي ومعايا فلفل رومي. حباها سبايسي كده تمام، مش حباها سبايسي وعايزاها باردة كده ويعني كده حط فلفل، بلاش فلفل من الاحمر ده لان هو حامي طبعا. حاجة قمر كده وسهلة جدا جدا في البيت. وطبعا احنا بنجيب البيتزا قد كده يعني غالية جدا. دي حاجة سهلة جدا جدا، ولا متعبة ولا اي حاجة. زي ما قلت لكم البيتزا ما يختلفش عليها اتنين، طبعا كلنا بنحبها. برضو حطيت طماطم، حابة تحط بصل. الحشوة دي قلتلك براحتك والموجودة عندك وهي لعبتك يعني، وهي يعني براحتك بقى. طبعا انا بعد ما خلصت الحشوة دي كلها ما حطيتش الجبنة غير لما دخلت البيتزاية في الفرن حوالي بقى ايه 5 دقايق كده، لحد ما حسيت كل حاجة كده يعني ايه، استوت كده وخدت مع بعضها كده. حطيت الجبنة بقى في الاخر كده برفعها على فوق الشواية كده، تحت الشواية عفوا. حوالي دقيقتين بس بتكون خدت اللون القمر ده كده عشان ما تتحرقش. ايه رأيكم بقى؟ ايه رأيكم في البيتزا التحفة القمر دي؟ شايفين حاجة كده قمر، حاجة كده بصوا دايبة كده، حاجة كده عسل. سهلة جدا جدا، ولا تعقيد ولا اي حاجة ولا عجن ولا خبيز ولا اي حاجة. وطعمها ولا اروع. جميلة يا جماعة، جربوها كده بالطريقة دي هتعجبكم جدا جدا. لو انت عايزة كده تعملي بيتزا او تاكلي بيتزا وكسلانة كده، قومي كده اعملي في الخلاط كله على بعضه كده، يعني في دقايق كده هتاكلي احلى بيتزا. شايفين الشكل يتحدث عن نفسه، قمر. والله يا جماعة شكلها